السلام عليكم. اهلا بكم جميعا وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك. النهاردة هنشرح مع بعض وهنتجول في موقع نادي القراءة العملية، وايه الكنوز اللي جواه وازاي نقدر نستفيد منه، وازاي فعلا الموقع ده يقدر يغير حياتك كلها ويبقى نقطة انطلاقة ليك في المجال اللي انت بتحبه، ويفتح عينك على ثقافات كتيرة وفرص كتيرة جدا، وكل ده مجانا. نبدأ كده مع بعض. يعني ايه اصلا اسم الموقع brceg.com؟ هو البي راجعة لبراكتيكال، الار ريدنج والسي لكلوب، يبقى براكتيكال ريدنج كلوب اللي هو نادي القراءة العملية. اي جي يعني ايجيبت. هو ده الاسم بتاعنا وده اختصاره. اول ما هتفتح الموقع هتكتب عادي جدا www.brceg.com، هيظهر لك بعد 5 ثواني الصورة دي مكتوب فيها الحصول على الكورس المقدم مجانا من نادي القراءة، سجل البريد الالكتروني. وده الكورس اللي احنا بدأناه مع بعض عن البيرسونال براندنج ستيتمنت. اول ما هتدخل الميل بتاعك هنا هيوصل لك الكورس مجانا تماما على الميل، او ممكن تخرج عادي جدا وتخش على الموقع، وهنتجول مع بعض كده جوه الموقع وبيتكلم عن ايه. احنا عندنا في الموقع 6 اقسام. واحد عن التعلم الذاتي، التاني عن طور نفسك، بعد كده اتعلم انجليزي، اعرف شغفك، اعرف دينك، والديجيتال ماركتنج. انت تشوف الاول انت حابب تبدأ بايه، ايه المجال اللي انت حابه. ولكن احنا عندنا جزئين مهمين جدا في الموقع، وهو التعلم الذاتي، وده كنز يا جماعة. القسم ده بالذات في اغلب المواقع والمنصات الموجودة للتعليم الاونلاين سواء عربي او انجليزي. هنبص بصة سريعة عليهم. زي ما انتم شايفين كده في شرح لكل موقع لوحده، زي موقع ايدكس الموقع العالمي اللي بيقدم كورسات من افضل الجامعات في العالم، كورسيرا، كلهم طبعا غني عن التعريف. ليندا، موقع ليندا وازاي تحصل على كورس مجانا، بعد كده أليجن، بعد كده يوديمي وازاي تحصل على منحة، بعد كده ازاي المواقع العربية. وفي برضو الصفحة التانية فيها برضو شرح المنصة يوديمي بالكامل. وهنا دي اهم مقالة اتكتبت عن الموقع كله، اللي لازم كل الشباب اللي في الجامعة او حتى بره الجامعة يقروا المقالة دي، لانها مهمة جدا وفيها الطريقة اللي هم يقدروا يستفيدوا بيها من الجامعة ويستغلوا الجامعة احسن استغلال. وهنا كم مقالة عن التعلم الذاتي وازاي نبدأ في التعلم الذاتي وهكذا. ده كده اول قسم. القسم ده بيتذاكر لوحده، بتبدأ من عليه، ده نقطة انطلاقة ليك في ايا كان مجالك. كل موقع جوه المقالات دي تقدر تدرس مع المجال اللي انت بتحبه من بيتك، مادام عندك انترنت. هو ده بس المطلوب منك. بعد كده القسم التاني هو طور نفسك، وده بنتكلم فيه عن يعني مقالات عملية برضو تساعدك في حياتك، تتخلص من العادات السيئة اللي عندك، تبلد عادات جديدة، مثلا ازاي تتعلم من اليوتيوب حاجات في التصميم، ازاي تكتب سي في، ازاي تعدي من الانترفيو، ومقالات تانية كتيرة جدا ومفيدة جدا في القسم ده. بعد كده القسم الثالث هو قسم تعلم انجليزي، وده قسم مهم جدا طبعا عندنا لان الاغلب بيعاني مع الانجليزي. هنا القسم هتلاقي فيه احدث 7 طرق لاكتساب اللغة للمدرس العالمي رقم 1 في العالم كله اي جي هوج. وهتلاقوا الكورس برضو بتاعه موجود مجانا. وبعد كده ازاي تتعلم انجليزي من الافلام، ودي مقالة مهمة جدا وفيها السر والطريقة كلها. وهنا ازاي تتعلم انجليزي مع مسلسل عائلة جونسون. بعد كده ازاي تستخدم اليوتيوب لتحسين نطقك للانجليزية. هنا القسمين ال3 اقسام الباقيين، اعرف شغفك، وده القسم اللي احنا بنجهزه، اتكتب فيه مقالتين بس، وان شاء الله هيتطور وهننزل سلسلة المقالات الفترة الجاية، اللي هو تقدر تعرف من خلالهم شغفك والحاجة اللي انت مميز فيها واللي انت بتحبها وتقدر تكمل بيها بقية حياتك. يعني انت تبدأ من هنا تعرف شغفك، بعد كده تخش تتعلم لغة، بعد كده تبدأ تتعمق في الشغف ده عن طريق القسم بتاع التعلم الذاتي. وهنا مجال اعرف دينك، القسم ده القسم المهم جدا عندنا واللي بنتعلم فيه وبنعرف فيه الدين مع بعض. بدأنا طبعا سلسلة مقالات افهم صلاتك، ويعني ايه صلاة، ويعني ايه الفاتحة، وبنصلي ازاي، ولسه هنكمل مع بعض ان شاء الله. وهنا مجال الديجيتال ماركتنج المسيطر جدا دلوقتي، وهتلاقي فيه كل المصادر اللي تقدر تتعلم من خلالها
المجال ده وتبدأ بيه ازاي، وده مجال حلو جدا ومفيد جدا لكل الناس. ده كده الموقع بتاعنا، وازاي تنشئ قناة على اليوتيوب وهكذا. ازاي تقدر تستفيد اقصى استفادة من الموقع ده؟ باختصار هنا هتضيف الميل بتاعك او تشترك في القائمة اللي ظهرت لك في الاول، تخش على قناتنا على اليوتيوب وتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك. وركز جدا مع قسم التعلم الذاتي، ولازم تتعلم انجليزي كويس في فترة الجامعة مهما كان سنك دلوقتي، وادرس حاجة بتحبها. يعني الموقع ده من الاخر هو الامل ليك انك تقدر تدرس الحاجة اللي بتحبها من بيتك، مش اللي اتفرضت عليك من الجامعة او من التنسيق او من اهلك. وازاي كمان تقدر تعمل من خلالها فلوس وانت قاعد في بيتك وتعيش وتفرض شروطك على الحياة. ان شاء الله اتمنى تتابعوا الموقع الفترة الجاية وتابعوا صفحتنا، وما تنسوش ان احنا موجودين عشانكم وعشان نساعدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.